يسعد اوقاتكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم وصفتنا سريعه وسهله كتير، وخصوصا برمضان. طبعا انا عملت عجينه، وطبعا اذا انتم هي العجينه بدكم يعني اعملها بفيديو خاص قولوا لي، اكتبوا لي اياها بالتعليقات، لانه هي العجينه كتير ظريفه للبرك السريعه وحتى للمعجنات او الفطاير. هيك خلينا نبدا. هلا هي العجينه طبعا احنا معنا بدنا نساوي كرات صغيره بهذا الشكل. بنعمل هيك، بنعمل لها هيك ومندورها بهذا الشكل. طبعا احنا بنحطها تحت النايلون كرمال تتخمر. طبعا احنا بنعمل القطع اللي بدنا اياها، هي لازم لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة عشان ناخذ الشكل المناسب. اصدقائي نحن معنا هلا هون جبنة حلوم. طبعا هي للحشوة بنحط لها جبنة حلوم وهوت دوغ. انا مقطعته ومقليته نص تقلاية. تمام. هلا بدي احرك الجبنة مع الهوت دوغ مع بعضهم. طبعا بتعرفوا انتو الحلوم بتبقى شوي حلوة. اذا بدكم اياها انتو تكون المعجنات مالحة رشوا لها شوية ملح، ما بيأثر، بتطلع طعمتها اطيب. هلا بنحركهم هيك. هلا اصدقائي بنبلش نحن نفرد. نحط لها شوي طبعا طحين، ما بدها كتير يعني، هيك بس رشة صغيرة، ونبلش نفرد فيها بهذا الشكل، شكل طولي يعني هيك. بس بكفي يعني بهذا السمك، شايفين مثل ما انا عملته. هلا بنضيف الحشوة. نضيف الحشوة هيك ومنبلش نسكرها. نجمع الاثنين هيك على بعضهم ونرص، نجمع مع بعضها ونرص تماما هيك. بصير عندي هذا الشكل الحلو. طبعا هذا بننزله هيك، بننزلها وبنضغطها هي الضغطة. نرجع بنعمل هيك، تعطينا هذا الشكل. طبعا انا بدي اعمل له هيك بس فتحة صغيرة بالسكين تعطيني شكل حلو. هلا بنحطها بالصينية. نرجع بنكرر الطريقة نفس الشي. نرجع بنحط طحين ورشة صغيرة كمان. نرجع بنمدها بهي الطريقة. عارفين أصدقائي كتير سهلة وسريعة، ما بدها تعب أبدا ولا جهد، بس بتطلع معكم يعني معجنات كتير طيبة وفطاير كتير طيبة وظريفة برمضان. هلا بنضيف لها حشوة. أنا الحلوم كتير بحبها بالمعجنات لأنه بتسيخ فورا، تعطيني هيك مطة جبنة كتير طيبة وظريفة. هاي اللي بدي اياها انا بالمعجنات. هلا بنسكرها هيك هيك. برجع بقلبها كمان، بعمل لها هيك بالسكين وافتحها. وهلا اصدقائي بعد ما خلصنا هي الصينية معنا هون صفار البيض وشوية خل. هلا بندهن فيها وبندهنها، بندهن الوش تماما هيك. ندهن الوش كتير منيح هيك.
بنغطي طبعا كل الاطراف. هلا بنضيف السمسم الابيض على الوش. وهلا طبعا بندخلها على فرن 170 درجة لمدة نص ساعة. هاي اصدقائي الفطائر بعد ما طلعوا، هلا نشوف الشكل النهائي كيف طلع. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما احلاها اصدقائي؟ شايفين ما احلاها؟ الحشوة بتجنن والعجينة رائعة. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، بتمنى تكون عجبتكم الوصفة، وبنلتقى بوصفة جديدة وبفيديو جديد ان شاء الله. باي باي.